إيليتش، كوتورا، ستانكوفيتش، والهدف. استفاق ستانكوفيتش في آخر هجمة في المباراة، استفاق في آخر هجمة 21 مقابل 20، وفوكوفيتش يرفع يديه بعد هذه اللقطة الممتازة. يعود الامتلاك في الدقيقة الأخيرة، وتايم اوت يطلبه المدرب زولتان، وستعود الكرة للمنتخب السلوفاكي. سيحاول المنتخب السلوفاكي انهاء الهجمة على انتل او اوربان، وغلق المنافذ امام كوكوتشا. فالو يبحث على اللاعب كوبكو، والهدف 21 او الحكم لا يقول رمية 7 امتار، لا يحتسب الهدف، رمية 7 امتار، رمية 7 امتار للمنتخب السلوفاكي في نهاية اللقاء. نذكر ثنائي تحكيم من روسيا، زولتان وفولكوف من روسيا. هذه الإعادة، التدخل من موميريليتش والدفاع في المنطقة، رمية 7 امتار واضحة. مسؤولية دراغان واللاعب توماس أوربان، وينجح 21 مقابل 21. توماس أوربان ينجح أوربان في تعديل النتيجة. هل يتمكن المنتخب السربي من الانتصار في هذا الهجوم الأخير؟ ومحاصرة لموميريليتش، يدخل بلاعب دائرة ثاني مكان الحارس المرمى. يلعب الآن الكل في الكل المنتخب السربي. إيليتش، كوتورا، ستانكوفيتش، كوتورا، إيليتش، ستانكوفيتش يبتعد على الدفاع. محاولة جديدة موميريليتش، الثواني الأخيرة يمر والحكم يعلن على فاول. كان يظن أنه سيعلن على رمية 7 امتار. نهاية الوقت القانوني والفاول الأخير يجب أن ينفذ الامتلاك الأخير. موميريليتش في محاولة أخيرة، هل يفعلها موميريليتش أمام هذا الجدار القوي من لاعبي سلوفاكيا؟ الحكم يعطي إشارة التنفيذ، وموميريليتش سيقوم بحركة ربما تأتي بالهدف، ربما يفعلها، والكرة على القائم، وينتهي اللقاء بالتعادل 21 مقابل 21. صربيا تمر للدور الثاني بحافز 4 نقاط.